التوتر المزمن بيسبب التهابات مزمنة. التوتر المزمن بيفاقم حالة الالتهابات في الجسم. التوتر المزمن بيحول الالتهابات الحادة لالتهابات مزمنة. لو اعتبرنا النظام الغذائي السيء بالقواعد اللي احنا قلناها من العواميد الرئيسية الكبيرة جدا لمسببات الالتهابات المزمنة في الجسم، فالعمود الرئيسي التاني الكبير قوي قوي هيكون التوتر المزمن. ليه التوتر المزمن؟ لأن التوتر المزمن بينتج حاجة اسمها كورتيزول. يعني التوتر الجسم بيرد عليه لما انت تبقي في حالة متوترة او غضبانة متعصبة، الجسم بيرد بإفراز هرمون الكورتيزول من الغدة الكظرية. حلو كده؟ ده ميكانيزم طبيعي جدا وحلو جدا، مفيهوش اي مشاكل عشان تقدري تواجهي المواقف الصعبة اللي بتمر عليكي. اسد طالع يجري ورا بني ادم في خطر محدق، لازم يجري ويرمح، نزل كورتيزول في الجسم بسرعة، تقوم مجموعة عمليات حيوية معينة كده تديكي الطاقة والانرجي ان انت تقدري تعملي ده، تنجي بنفسك من الخطر. المشكلة كلها بتحصل لما يبقى الخطر ده مستمر. يعني ايه؟ يعني انت متوترة على مدار يومك كله لمدة ايام طويلة، مضغوطة نفسيا طول الوقت، اوكي، ده اسمه توتر مزمن. فبالتالي الكورتيزول عالي في الجسم طول الوقت. كورتيزول عالي طول الوقت ده مع الوقت بيسبب اضطراب في الجهاز المناعي في الرد على الالتهابات بالذات. يعني بصي الحتة دي دقيقة شوية، انا هشرحها بس يعني لو ما فهمتيهاش قوي مش مشكلة، انت هتفهمي معايا الصورة الكلية اللي هي ايه. ان الكورتيزول هو عدوك بالذات وانت عندك التهابات مزمنة، لانه بيفاقم الحالة. تمام. الكورتيزول من الميكانيزمات اللي الجسم بيستخدمها علشان يحجم بيها مرسلات كيميائية او مواد كيميائية اللي هي السيتوكاينز، اللي هي المواد الكيميائية اللي بتفرز في حالة الالتهابات، علشان يحجم الوضع، ما يسيبهاش تنطلق كده وتهيج. فاهميني؟ بيحجم الوضع. ده طبيعي وده عادي وده حلو وده مفيد. اللي بيحصل بقى انه طول ما الكورتيزول عالي بسبب التوتر المزمن، اوكي، بيضعف استجابة الجهاز المناعي للعدوى او للإصابة اللي حاصلة. فيبقى في عدوى وفي إصابة حاصلة، بس جهاز المناعة مش بيستجيب او مش بيستجيب كويس. تمام. فيحصل ان بدل ما كان الموضوع هيخف بسرعة يتحول لمزمن. فلما كمان الجهاز المناعي ما يستجبش، ايه اللي يحصل؟ المواد الكيميائية اللي بتفرز عشان تنبه الجسم او الجهاز المناعي ان في خطر تفرز بريت اعلى. فاهمة الفكرة؟ يعني عاملة زي بالظبط ايه، السرينة دي او الصوت ده شغال حلو كده، فالكورتيزول عامل زي حجاب كده بين الصوت وبين جهاز المناعة، فجهاز المناعة مش سامع. فاهمة الفكرة؟ دي عكس الأدوية اللي قلنا عليها انها بتسكت الصوت، لا هو الصوت شغال بس الكورتيزول كأنه ايه لازق كده على ودان الجهاز المناعي، فجهاز المناعة مش سامع كويس او مش سامع. ماشي. فيقوم ايه، ما هو الجسم بيرد على بعضه، كل ده متوصل ببعضه، فالجسم يقوم معلي الصوت اكتر. ايه علي الصوت، صح جهاز المناعة، جهاز المناعة ما بيستجيبش ليه، صحيه. ومين اللي مرقده؟ الكورتيزول. فاهمه الفكره؟ فاللي بيحصل ايه، ان السيتوكاينز ديت اللي هي بتدي انذارات ديت وبتحفز جهاز المناعه تفضل شغاله كتير 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 كتير، فانت يبقى الموضوع اللي عندك يحمر ويورم وبتاع ومفيش، جهاز المناعه مش بيستجيب. استمرار الموضوع ده يحوله لالتهاب مزمن، وطبعا بكل الدامجنج بقى اللي هيحصل بسبب حاجه زي كده. ايه كمان؟ يبقى كده اول حاجه قلناها ان هيبقى عندنا محفز خارجي، عدوى او اصابة، وبسبب وجود الكورتيزول، تمام، يعني اتحول من حاجة كانت هتخلص بسرعة بالتهاب حاد لالتهاب مزمن، نتيجة ان هو ايه، منيم جهاز المناعة. ايه كمان؟ بيسببه التوتر المزمن في الجسم. التوتر المزمن بيحفز انتاج السيتوكاينز كده منه لنفسه لوحده، اوكي. والسيتوكاينز ديت هي بروتينات معينة
يعني ليها دور كده في التواصل بين خلايا المناعة والعضو الملتهب زي ما قلنا. يعني في برضه هي اسمها كلها سيتوكاينز صحيح، بس هي ايه يعني زي انواع، زي كده جنس بشري، في راجل وست، هما كمان كده برضه في انواع تحتيها يعني. فبيحفز التوتر المزمن، بيحفز انتاج انواع معينه من السيتوكاينز الالتهابيه ديت. اوكي، فلما تبقى السيتوكاينز كتير، في افراط كده في السيتوكاينز اللي عماله ماشيه في الجسم، ومفيش حاجه، يعني الجسم مش مصاب بحاجه، يعني طب يعني جهاز المناعه يروح يصلح ايه؟ مفيش حاجه بايظه يعني. مفيش فيروس، مفيش عضو يعني ملتهب، يعني قصدي جرح حاصل فيه او اصابه او عدوى، او مفيش، هي ماشيه. يعني فاهمه ازاي؟ يعني كأن حد اطلق السرينه في كذا بيت في المدينه، واصلا مفيش بيت بيتحرق اصلا، فالجهاز المطافي واقف. ما طب انا اعمل ايه؟ فاهم الفكره؟ اعمل ايه؟ طيب ما مفيش، مش عارف ابلود حته مثلا، او اجري بقى يعني ارمي ميه على اي حاجه وخلاص، ده جهاز المناعه، فاخبط في اي حاجه وخلاص، فيحصل التهاب مزمن. تمام ماشي. كمان التوتر المزمن برضو، بعد ما سمعنا بقى الاوديو اللي فات وفهمنا تسرب الامعاء او الليكي جات، التوتر المزمن بيؤثر على الجهاز الهضمي في النقطه دي، بيخلي يعني بطانة الأمعاء فيها نفاذية أكتر، زيادة نفاذية بطانة الأمعاء، يعني بيزود من تسرب الأمعاء أو بيبتديه لو هو مش موجود. وزي ما قلنا بقى ليكي جت أمعاء متسربة، يبقى في جزيئات دخلت في مجرى الدم، وبكل بقى ما تنتجه من إيه، من ردات فعل التهابية في الجسم، وفي الجسم كله مش بس في الجهاز الهضمي. تمام كده؟ طيب ايه كمان برضو؟ التوتر المزمن بيحفز انتاج بروتين معين اسمه CRP، سي رياكتيف بروتين. اوكي، الCRP ده هو نفسه لما بيتحفز، هو الCRP ده حتى ده من التحاليل اللي لسه هتكلم فيها، في تحليل اسمه سي رياكتيف بروتين، هو CRP، بنقيس معدل البروتين ده اوكي في الدم، وده برضو من الحاجات اللي بنعرف بيها في التهاب مزمن ولا لا. السي رياكتيف بروتين بينتج نتيجة الالتهابات، وطول ما هو مرتفع بيعزز مزيدا من الالتهابات في تفاعل كيميائي معين كده. بس يعني خدي دي المعلومة، تمام؟ فاهماني؟ يعني السي رياكتيف بروتين اللي بيحفزه كمان ايه؟ التوتر المزمن او الالتهاب. فلما هو يعلى، هو لوحده كأنه بيقول للجسم الحق زود الالتهابات، احنا عندنا مشكلة. اوكي طيب ايه كمان؟ رقم 5، التوتر المزمن بيعمل مشكلة في توازن هرمون الانسولين مع الجلوكوز في الدم. اوكي، ومقاومة انسولين يعني التهابات، هتكتر وتبقى سكر نوع تاني يعني التهابات، السكر واقف في الدم التهابات. ايه كمان برضو؟ التوتر المزمن بيعطل، يعني بصي التوتر المزمن ده اصله كارثة. يعني انا بحاول الخص على قد ما اقدر، والله الكلام هيطلع وبمسكه. بحاول الخص على قد ما اقدر علشان الموضوع ما يطولش. بيعطل الهرمونات في الجسم، بيعطل هرمونات كتير جدا، زي مثلا الاستروجين والتستوستيرون، وكل هرمون من دول ليه وظيفة معينة في الحفاظ على جسمك في حالة صحية متشافية، وبينعم بالصحة والعافية. فلما بيتعطل بيضرب حاجة، فاهماني؟ فالكورتيزول بصراحة عامل زي الكورة بتاعت كرة البولينج ديت، باين اسمها كده انا ما اتذكر، اللي هي ايه، بنرميها تروح موقعة كل القلل اللي واقفة دي. بيعطل حتى او بيعمل خلل في الهرمون او مش الهرمون، اسمها ايه، المحور بين التواصل بين الغدة النخامية والغدة الكظرية نفسها، الغدة الكظرية اللي هي بتنتج هرمون الكورتيزول نفسه، فاهماني؟ بيعمل خلل في الحد في ده مع طول المدة. انا بتكلم على توتر مزمن، كورتيزول مزمن.
وده نفسه بيحفز التهابات كتير. فالخلاصة ان التوتر المزمن وان نسبة الكورتيزول تبقى في الدم دايما عالية، ده بيؤدي لالتهابات مزمنة، ولو موجودة الالتهابات المزمنة بيزودها اكتر واكتر. ولو بتاكلي صح وكورتيزولك عالي النتيجة هتبقى ضعيفة جدا. عشان كده بقولك ايه، الصحة بازل، الصحة بازل مش حاجة واحدة نعملها. باكل كويس، مظبطة كورتيزولي، بتحرك كويس، بنام كويس عشان النوم ليه علاقة بالكورتيزول، فهي كلها يعني عارفة، بشرب كويس. انا نسيت اقول موضوع الشرب ده، المية من الحاجات المهمة جدا يا جماعة في علاج الالتهابات. طب خلينا اقولها في العلاج، خلينا اقولها في العلاج. اوكي. فزي ما قلت الصحة بازل من القطع الكبيرة قوي 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 فيها ان كورتيزولك يبقى مظبوط. توتر والانفعال والضغط العصبي، عارفة اللي هو ايه يعني، ما تزعليش على حاجة لان انت اللي هتضري بعد كده، يعني جسمك اللي هيتضر، هو فعلا كده، ده حقيقة. اوكي. فزي ما قلنا التوتر المزمن بيعطل جهاز المناعة، بيعمل فيه مشاكل ضخمة جدا، وعشان كده الناس اللي عندها توتر مزمن بتصاب بعدوى وفيروسات وفطريات كتير جدا. طول ما الكورتيزول شغال جهازك المناعة بايظ، تعبان، في مشكلة، هضمك فيه مشكلة، هرمونات جسمك كلها فيها مشكلة، التهابات جسمك عالية. فعلى ايه ده كله؟ والله يعني اقولك ايه ده، يعني لو ايه اللي مزعل الواحد لما بس يدرك الكلام ده، ويدرك الكوارث اللي بتحصل في جسمه بسبب حاجة زي كده، والامراض اللي ممكن تجيله بسبب حاجة زي كده. والله وزني بقى، هل الحاجة اللي انا زعلانة عليها دي او متوترة بسببها تستاهل ان انا اصاب بكل الكلام ده واضيع صحتي علشانها؟ والله لو تستاهل خلاص. او لو تضييع صحتك علشانها هيحلها، ماشي. او لو توترك علشانها، او لو يعني توترك ده هيجيب حل ويحلها، ماشي. لكن اكيد انتي طبعا معايا في ان مفيش حاجة تستاهل ده، مفيش حاجة تستاهل ده. تمام. طيب خليني الاوديو الجاي بقى اتكلم